السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواتي وأحبابي الكرام. اللهم انصر أخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي غزة. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. اللهم صل على سيدنا محمد. إن شاء الله أقول لكم بعض المعلومات عن الفجور والعيوب اللي في المكنة الفجور 26 الموديل 2024. المكنة هي احنا بنعمل لكم عليها فيديو. يا ريت الفيديو ينال إعجاب حضراتكم وتشير الفيديو وتبعته لأي حد من صاحبك بحيث إن هو يستفاد. هي معلومات بسيطة إن شاء الله في 3 دقايق. المكنة دي خاماتها كويسة وكل حاجة وشاسيه وصاج دي اللي هي النواكل موديل 2024. المكنة بسم الله ما شاء الله حاجة حلوة جدا، بس المكنة دي بينزل فيها عيب أو 2 من الشركة. يا ريت إن هم ياخدوا بالهم من الموضوع ده، علشان ده منتج لو فيه أي عيوب محدش بيروح له. اللهم صل على سيدنا محمد. دلوقتي المكنة دي بقالها شهر معانا، فيها مشكلة. ايه هي المشكلة؟ المشكلة في الكربرتير. المكنة دي أول ما تيجي تمام لازم تجربها عند التاجر وتشوف مشكلتها. إذا كان يقدر يحلها لك ماشي، مش هيقدر يحلها خلاص. المكنة دي أول ما تجيبها تغير لها كربرتير، لأن الكربرتير بيجي من الشركة مش مظبوط، ومش على المكن ده بس، لأ على ممكن مثلا يكون 20 مكنة فيهم كربرتير مش مظبوط. احنا سألنا في الموضوع ده. موضوع الكربرتير ده موجود في كذا مكنة نازل من الشركة كده، فهي دي مشكلتها. أما بالنسبة للخامة والموتور سحب سرعة ما شاء الله حاجة جميلة جدا جدا جدا، بس مشكلتها مشكلة الكربرتير إن أنت هتحتاج تغيره. تمام. تاني عيب إن المكنة لو واقفة وجينا خبطناها كده نلاقيها بتنور. تمام. رغم إن إحنا مش مشغلين الإنذار، بس هو الإنذار بيشتغل لوحده. لسه ما شفناش المشكلة دي. مشكلة الكربرتير إحنا حليناها لأن كان بيدخل بنزين زيادة على غرفة الحريق، فكان المكنة بتدخن بطريقة مهولة يعني، وكانت مش مظبوطة، حتى كانت بتقطع. ففي حاجة احنا عملناها في الكربرتير ما غيرناهوش، يعني حاجة كده زي الإبرة بتزود البنزين وتقلله. المهم المكنة ظبطت، بس في الأول وفي الآخر إن هي هتحتاج تغيير كربرتير. تمام. فهي المكنة ما شاء الله. المشكلة التانية زي ما حضراتكم إن الإنذار أهو تلاقيه بيشتغل لوحده، رغم إن احنا مش مشغلين الإنذار، بس هي دي مشكلة بسيطة ممكن تتحل. طبعا انتوا عارفين إن المكنة هنا فيها بصمة، بس أنا بصراحة ما رشحش موضوع البصمة ده. تمام. عادي يعني جبت مكنة ببصمة أو من غير بصمة مش أمر. المكنة بص كل ما حد يلمسها تطلع. احنا فاصلين طبعا الصوت بتاع الإنذار على ما نشوف موضوع الإنذار ده ونلغيه. تمام. المكنة هي ما شاء الله تشتغل معاك سنة واتنين وتلاتة وعشرة حسب استخدامك وحسب مشيك وحسب محافظتك وحسب تغيير الزيت. تمام. طول ما انت بتأخرش على تغيير الزيت المكنة هتبقى ما شاء الله معاك زي الفل. في ناس بتسيب الزيت شهر واتنين وتلاتة واربعة وخمسة. تمام. ان شاء الله هعمل لكم فيديو دلوقتي عن الهوجن الأربعة، بعض المعلومات عنها كده. ماشي. تابعونا واعملوا لنا اشتراك في القناة علشان أي فيديو ينزل عن مكن آه يبقى عندكم فكرة. وبإذن الله بإذن الله هننزل لكم مكنة هوجن أبو المجد هوجن 10 شبه الهوجن 5. لو عجبك الفيديو متنساش باللايك والدعم. طبعا اللايكات بتاعتكم والتعليقات بتساعد على انتشار الفيديو.
دمتم في رعاية الله وأمنه، حفظكم الله وحفظ مصر وحفظ فلسطين وأهل فلسطين وغزة يا رب. السلام عليكم.